طيب ما قلتليش برضو ايه الفرق الحقيقي بين الكلاري انتي داندروف شامبو والجاستن بلو؟ اول حاجه في فرق في التركيب. الجاستن بلو فيه مادتين اساسيتين، اول حاجه السيلينيوم سلفايد، وده مضاد فطري قوي يقلل الدهون، يقلل معدل تقشير الخلايا، ومناسب جدا للقشره الدهنيه المتكرره. والبيروكتون اولامين، وده مضاد فطري الطف يقلل الحكه والالتهاب، ومعاه زيوت عشبيه مهدئه زي الروزماري والبابونج والزعتر. يعني الجاستن بلو شامبو علاجي صريح، شغل الاساسي الفطر والدهون والقشور والحكه. اما الكلاري انتي داندروف فده تركيبه اوسع ومركبه اكتر، عليها البيروكتون اولامين وده مضاد فطري للقشره الطف من السيلينيوم، الساليسيليك اسيد يفك القشره وينظف الفروه ويفتح المسام، التي تري اويل والسيج اكستراكت ده مطهر وبينظم للدهون ومهدئ للفروه، وطبعا البروكابيل والكيراتين والكرافيس والارجان، ودول يقووا البصيله ويقللوا التساقط ويحسنوا شكل وصحه الشعره. يعني الكلاري شامبو علاجي وعنايه بالشعر، يعالج القشره وفي نفس الوقت بيهتم بالشعر نفسه. كمان في فرق في القوة، الجاستن بلو أقوى كمضاد فطري مباشر، السيلينيوم سلفايد بيشتغل بقوة على القشرة التقيلة والفروة الدهنية والحالات المزمنة. أما الكلاري فقوته أهدى، بيعتمد على تنظيف القشور، تقليل الفطر، وتوازن الفروة. والخلاصة القوة الأعلى مش دايما الأفضل، قشرة جديدة ودهنية جاستن بلو هو الأحسن، قشرة متوسطة وشعر بيتأثر فالكلاري هو الأنسب. كمان في فرق في الاستخدام، الجاستن بلو مناسب اكتر لو القشره دهنيه واضحه، الفروه بتزيد بسرعه، السيبوريك درماتيتس بسيط لمتوسط، والقشره مزمنه وراجعه بسرعه. اما الكناري مناسب اكتر لو في قشره مع تساقط شعر، فروه مسدوده ومحتاجه تنظيف، شعر بيجف او يتعب من الشامبوهات العلاجيه القويه، عايز علاج زي التحسين في جوده الشعرايه. كمان في فرق في السرعه، الجاستن بلو تاثيره بيبان اسرع لان السيلينيوم سلفايد بيقلل الدهون ويقلل التقشير من اول استخدام. اما الكلاري فالتحسن بيبقى تدريجي لان الشغل فيه تنظيف وتوازن وتقويه البصيله. يعني الجاستن بلو بيريحك اسرع من القشره، فالكلاري نتيجته ابطا شويه ولكن اشمل. كمان في فرق في الاثار الجانبيه، الجاستن بلو ممكن يسبب جفاف، لسعه خفيفه، خشونه شعر، خصوصا مع الفروه الحساسه او الاستخدام الكتير. والكلاري بيكون الطف نسبيا، ولكن الساليسيليك اسيد والتي تري اويل ممكن يضايقوا الفروه الحساسه شويه. كمان برضو في فرق في الصيانه، الجاستن بلو ممتاز جدا للصيانه في القشره الدهنيه وبيستخدم مره اسبوعيا وبيمنع رجوع القشره بسرعه. اما الكلاري فمناسب جدا للصيانه الطويله لانه بيوازن الدهون وبيحافظ على صحه الشعرايه وبنستخدمه مره اسبوعيا كفايه. والخلاصه مفيش افضل مطلق، في انسب حسب الحاله. لو عايز علاج قوي وسريع للقشره الدهنيه فالجاستن بلو كويس، اما لو عايز تعالج القشره وتحافظ على الشعر وتقلل التساقط بتاعه فالكلاري هو الانسب.